رسالة النهاردة بشفاعة أم النور بتطمنك وبتقولك ما تقلقش على رزقك. اللي خلقك هو اللي ضامن حياتك، واللي بيرزق عصافير السما من غير ما تزرع ولا تحصد مش ممكن يسيبك محتاج. ربنا مش ناسيك، هو بس بيجهز لك رزقك في الوقت الصح، علشان لما توصله تعرف إن ده مش صدفة، ده ترتيب سماوي. ممكن تكون شايف إن الأبواب مقفولة، بس هو بيفتح من حيث لا تحتسب، وبيبعت لك خير من طريق ما خطرش على بالك. هو مش بس هيسد احتياجاتك، ده هيدي فوقها سلام وطمأنينة وراحة بال. اطمن، اللي شالك في الدقيقة مش هيسيبك في احتياج، واللي بارك أيامك قبل كده لسه عنده أضعاف البركة الجاية. قول من قلبك النهاردة يا رب أنا واثق في تدبيرك، مش هخاف من بكرة. اطمن، بركة ربنا هي اللي بتغني، بتفتح أبواب الخير من غير تعب زايد، ومش بتزود معاها هم ولا قلق، لأنها جاية من مصدر السلام نفسه. اطلب بركته على شغلك، على تعبك، على بيتك وعلى أولادك. هتلاقي إيده بتبارك كل حاجة صغيرة في حياتك، وكل خطوة بتاخدها تبقى مليانة نور. يمكن تكون بتسعى وبتحاول بكل جهدك، بس لسه النتيجة مش اللي كنت مستنيها. صدقني، من غير بركة ربنا المجهود بيضيع، لكن لما بركته تدخل القليل بيكتر والمستحيل بيبقى سهل. البركة مش دايما في الكترة، أوقات تكون في راحة البال، في قلب مطمن، في يوم يعدي من غير وجع ولا خوف. البركة في نظرة رضا، في ابتسامة حقيقية، في وقت بسيط بس ربنا فيه حاضر. قول النهاردة يا رب بارك في رزقي حتى لو قليل، وخلي إيدك في شغلي ونعمتك في بيتي. ساعتها هتشوف العجب بيحصل، هتلاقي البركة بتطاردك في كل مكان، في رزقك، في كلامك، في خطواتك. لأن لما ربنا يبارك حتى لو كانت الخطوة صغيرة بتوصل بعيد. عيش كل يوم وانت بتطلب بركته، وسيبه هو يقود طريقك. اللي بدأ معاك مش هيسيبك في النص، هيكمل وهيبارك وهيفاجئك بعطاياه اللي فوق كل عقل. ما تخليش عينك على اللي ناقصك، ولا على اللي راح منك، ولا حتى على اللي في ايدين غيرك. خلي نظرك دايما ثابت على ربنا، هو وحده اللي بيكمل النقص وبيسدد كل احتياج، حتى اللي نفسك مش قادرة تعبر عنه. يمكن تبص حواليك وتشوف ناس عندها أكتر، بس صدقني مش كل وفرة راحة، ومش كل غنى سعادة. الاكتفاء الحقيقي مش في اللي تملكه، لكن في اللي ساكن جواك. ولما يسوع يكون هو شبعك مش هتحتاج تدور على رضا في حاجة تانية، لأن السلام هيبقى مالي قلبك حتى وسط النقص، حتى وسط العاصفة. هو اللي قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. يعني لما تركز عليه الباقي بيجي لوحده، من غير سعي متعب ولا خوف من بكرة. الاكتفاء بيسوع مش معناه انك تبطل تحلم، لكن معناه انك تحلم وانت مطمن، عارف انك مش لوحدك، وانه في كل خطوة ماسك ايدك، وفي كل دقيقة شايف قلبك قبل دموعك. كل مرة بتحس بالنقص افتكر ان ربنا مش ناسيك، هو بيكمل فيك حاجات انت لسه مش شايفها، بيجهزك وبيعلمك ان الفرح مش في اللي تملكه، لكن في اللي تثق فيه. عيش كل يوم وانت بتقول من قلبك يا رب اكفيني بيك، املاني بحضورك، بشبعك، بسلامك. ساعتها هتكتشف ان اللي كنت فاكره نقص كان باب لنعمة اكبر، وان اللي كنت بتتمناه من الناس ربنا اداك احسن منه من عنده. اللي يتشبع بيسوع ما يقعدش محتاج حاجة تاني، لأن قلبه بيبقى مليان وروحه مطمنة، وعمره ما يحس بالوحدة، لأن حضوره كفاية عن كل العالم. خلي عينيك عليه وخلي قلبك متعلق بيه، وهتشوف بنفسك إن الاكتفاء مش حلم، ده حقيقة بتعيشها
لما يسوع يبقى محور حياتك. لما بتدي بأمانة من اللي عندك، انت مش بتقلل رزقك، بالعكس انت بتفتح باب سماوي للخير ينزل عليك من غير حساب. اللي بيزرع محبة بيحصد فرح، واللي بيدي بإيده ربنا بيبارك له في كل اللي ليه. ربنا بيحب القلب اللي بيدي بفرح، مش علشان محتاج عطاياك، لكن علشان عايز يعلمك فرحة العطاء ويخليك تشارك في صنع البركة. كل مرة بتدي فيها من وقتك، من تعبك، من رزقك، ربنا بيردها ليك أضعاف أضعاف، مش دايما في الفلوس، لكن في الراحة وسلام ونور في حياتك. العطاء مش دايما سهل، خصوصا لما تكون انت نفسك محتاج، بس صدقني اللي بيعرف يدي وهو ناقص ربنا بيغنيه غنى يفوق الخيال. يمكن تدي حاجة صغيرة في نظر الناس، بس عند ربنا دي كبيرة، لأنه شايف النية قبل القيمة. افتكر دايما إن ربنا مش بينسى